يا هلا والله ليك وحشه. من بدايه كاس العالم وانت بتشوف اغرب حاجات ممكن تشوفها في حياتك. شبيهه شاكيرا اللي عملت الحفله. انا كتير مبسوطه اني اغني في محسن. واحداث مثيره وغير دقيقه، لكن مش ادق من الساعه اللي في ايدي. الساعه الكربون اللي ضد الميه، اللي تنفع تقدمها لاي حد هديه، تمشي شبابي وبنات، تليق على الكاجوال والكلاسيك وكمان البدل. واكيد طبعا انتوا بتشوفوني بيها بقالي كتير، وده كنت عشان بجربها لان انا عايز يكون عندي مصداقيه. انا في منتجات كتيره هي لسه جايه لي اهو برضه، بس ده كله عشان لسه ما جربتوش فانا مش هعلن عنه عشان حرام فلوسك يعني. فعشان كده كنت بجرب دي قبل ما اطلع اتكلم عنها، برغم انها جايه من مكان موثوق زي امازون. فانت لو عايز حاجه سعرها على قد الايد وتكون شيك ومكبسها متين زي ما انتم شايفين ان هي ما تتخلعش منك بسهوله، فالرابط بتاعها تحت موجود في الديسكريبشن، هي والمج الحراري الشيك ده، المج اللي هتشوفه معايا في معظم الفلوجات اللي اتصورت اوريدي. فكنت بتحرك كتير فعايز حاجه تحفظ يا الحاجه تكون سخنه او تكون ساقعه. والحلو في المج ده ان سعره على قد الايد جدا وحلو كقيمه مقابل سعر. برضه هتلاقي الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن. واما على اللي بيسال لي عن المعدات اللي انا بستخدمها فبرضه موجوده تحت في الديسكريبشن، من اول المايك لحتى الحاجات اللي ورا الكاميرا. واسف لو طولت عليكم وخلينا نخش في الفيديو. طبعا طلعت شكوك كثيره حواليها في الحفله، قالوا ان دي شبهتها ولابسه النضاره عشان ما تتقفش، لكن كل المصادر اكدت ان هي شاكيرا وما طلعتش شبهتها ولا حاجه. قالت لك انا مش هسيب الافتتاحيه والفلوس الضخمه دي، وراها ايه اهم من افتتاح كاس العالم؟ المفروض كانوا يجيبوني مال. وكدبت كل الاشاعات اللي طلعت عليها. طبعا اللي مطلعها تلاقيه جيرارد بيكيه اللي قفشته بيخونها عشان علبه مربى ما تخافش بقى لبعضه. الله بص استنى حط لي نقطه حمراء هنا. يلا يا عيني السمكه متحنطه وميته بقالها 300 سنه والفقش لك البيضه ولا عيني قفشها. طب قفشتها اللي جنبها دي ايه؟ واقفه بتتفرج على الخناقه؟ بطلوا كده لبعضه. لكن ان انا اطلع من المولد بلا حمص وارجع للفقر تاني كمواطن، ده ما يرضيش الحكومه وما يرضيش الوطن ولا يرضيك انت كمواطن. ده برافو عليك، اكيد اهلك نظام الطيبات. بصوا موقع كل البيض اللي موجود عندهم ونقزت 4 بيضات، ما شاء الله عليك. ست بيت شاطره مستقبلا. اللي بعده شو بدك؟ اندومي. شو بدك؟ بلا ما يعرف. اللي بعده لما اخد على حد بحبه وابدا اوري له شخصيتي الحقيقيه. ده بعد ما تاخد عليك بتوريك اللي عمرك ما شفته. اللي بعده نجم منتخب مصر وما بيعرفش يقرا عربي. الصفحه الرسميه لكاس العالم صورت فيديو مع اللاعب المصري امام عاشور. بيعرف يقرا عربي ما بيعرفش يقرا عربي، المهم الواد فورتيك. ما كريستيانو رونالدو نفس الموضوع على فكره عشان تبقوا فاهمين حاجه، بس الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن. صدق انت عارف. اللي بعده هو انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتقلي طعميه ولا ايه؟ ايه اللي عبي لي ب 20 لو سمحت. اللي بعده ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وانا ممكن في يوم من الايام ابقى زي محمد صلاح؟ لا صريح يا ابني. طب ايه الفرق ما بين اللام شمسيه ولام قمريه؟ الشمسيه شمسيه انما القمريه قمريه. اوه ماي جاد، حياتي بقت احسن بكتير. اللي بعده صاحبك اللي لما تقول له يلا ننزل ويقول لك مش قادر. انت صايع، ده انت نايم على بطنك طول النهار على النت بتشتم في خليل ربنا وتركب صوره بنت بتحبها لما تسيبك على جسم مارلين مونرو، واخد بالك؟ مروان. اللي بعده الملح ارخص ماده عند التاجر بس اغلى ماده عند ولاد الاصول. فاهمين حاجه؟ يا عيني كلام عميق لكن بيبقى طعمه حادق. اللي بعده انا كمغربي سوف اشجع اي منتخب يلعب ضد مصر وضد الجزائر. نحن المغاربه سوف نشجع اي منتخب يلعب ضدكم. نريدكم أن تخرجوا من دور المجموعات. نتمنى لكم الإقصاء. اللي بيتمنى حاجه ربنا بيديها له قبل ما يفكر بيها لحد تاني. وبعدين في الاول وفي الاخر ما يشرفناش اصلا ان انت تشجعنا. يعني انت مفكر ان انت لما تشجعنا احنا هنكسب بقى وهنحقق بطولات وهنعمل الدنيا وهنخرب الدنيا؟ وجودك زي عدمه. احترم ال7 نجوم اللي على القميص والنجمتين بتوع الجزائر. 9 نجمات. انت عندك ايه؟ كاس من ايام سيدي بوسبوس؟ ايه الحقد ده؟ ايه القرف ده؟ بالرغم ان هم ولا معاك في المجموعه ولا معاك في اي حاجه. ده يا جدع حتى ساعه مباراه نيجيريا على المركز الثالث، يعني خلاص انت وصلت للنهائي خلاص مش ضرر عليك بحاجه. وفي الاخر
ما خدش الكاس برضه، عشان انت اصفر مش سالك من جواه، فتشجيعك او عدمه الاتنين واحد. فاهم يا كوسي؟ اللي بعده انت اللي نجم قوي. طبعا هيثم نجم اخر حاجه. انا نجم غصب عنك يا راجل. نجم ايه ده؟ انا شفتك من بعيد افتكرتك ثلاجه مفتوحه. ما يضحكش. اللي بعده عايزين يكسبونا 7 بس على مين؟ احنا والله شعب يموت في الضحك رغم الوجع يا جدع. اللي بعده يا جماعه دلوقتي احنا جينا لكم بالتحدي العالمي طوبه ورقه مقص. ماشي هنبدا دلوقتي ايه يا جدعان؟ ايه دي ورقه. ادي ورقه صح؟ ودي مقص. وده مقص كده طوبه. ماشي يلا نبدا. الطوبه هي اللي بتاكل. يلا تمام. طوبه ورقه مقص. ارجع يلا لحد هناك. ماشي يا جدعان. الناس اللي بتكتب كومنتات صعبه قوي، كلام اقسى قوي على قلب اللي يشوفه، خصوصا البنت. سيبك من عمر فرج ده هو بيموت في كده اصلا. كالبنت تشوف الكلام ده فاكيد هتحزن على نفسها، وفي الاول وفي الاخر ما حدش يتضمن نفسه. يعني انا ممكن اكون سليم قدامك اهوت، ممكن بعد 10 دقايق تلاقيني متقطع من حته. الحاجات دي بالذات ما حدش يتضمن نفسه فيها، فاهمين بالي؟ يعني الواحد مش ملك نفسه اصلا، فبتتريقوا على ايه بجد؟ ربنا يهديكوا يا رب. اللي بعده اسباب الطلاق الفتره دي. هو مين اللي بيلعب؟ منتخب مصر يا حبيبي. ايه ده محمد صلاح. يا حبيبي. هو ساب الليفربول وبقى بيلعب في منتخب مصر؟ حلو قسما بالله حلو. هي الارقام اللي على التيشيرتات دي سنهم؟ محمد صلاح عنده 10 سنين. امال ليه يا حبيبي الاتنين بيتخانقوا على كرة واحده؟ ما يدوا لكل فريق كرة وخلاص. هو مبرد وعلبة منوكير وبودرة مسكرة بيلعبوا تحت قيادة الامهات. بجد انا هقول كلام انا بقى عشان انا بقى خلاص بصراحه. اللي بعده الافيه ده مهدور حقه قوي والله. نشوفه. اتفضل الشاي. انت جايبه لي كوبايه اغسلها ولا ايه؟ ده جايبه لك بق شاي تشربه، يعني عشان الشاي بالسهر فهي خايف على صحتك. دول الناس اللي بعده بيستفزني قوي الناس اللي بتسال هو الولاد ليه بيقلعوا تيشيرت وهم رايحين يتخانقوا. اولا لان ده مش مجرد تيشيرت، ده قطن اتزرع واتحصد واتنضف واتغسل واتشد واتنسج واتصبغ واتغسل واتكوى واتقص واتطبع واتطرز واتخيط واتعبى واتنقل واتصور واتفلتر واترفع واتشاف واتباع واتلبس تاني واتغسل تاني واتلبس تاني. كل ده عشان في الاخر تتعب خناقه. ده كله عشان قالت لك ليه بيقلعوا التيشيرت. اما لو قالت لك كيف بدأ التيشيرت تصعيد امور رهيب فعلا. اللي بعده يا عيني حبه ميه كده من البركه وعليهم بقى حبه عدس دي ولا ايه دي، ورشه وحبه رمل بقى كده. يعني ايه معرفش بيعمل اسمنت ده ولا ايه ده؟ ايه ده طيب؟ وبياكلوا بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا. يعني يا ريت يا حاج تفحص الورقه في رجلك قبل ما تعبي فيها. خد يا حبيب قلبي يلا بالهنا والشفا. وحبه بتاع تاني. يا عيني على الجمال. ايه ده؟ وميه طينه ميه شارع يعني، وميه غسيل. انت بتغسل ايه ده؟ حبس عصير ليمون فريش. ما يغركش التراب ده فكك. ايوه يا عم الحاج النظافه من الايمان برضه. اشرب يا معلم اشرب ومزمز على نفسك في الشتاء ده. انت قاعد في حله الرز؟ قاعد في الحله يعني عشان ما تسرقش ولا ايه؟ انت شعب عسل. التالي ياه اللي بعده البنات صوتهم انثوي رقيق. صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المعلمين اخوان التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب والله عصر. ينفع في التعليق على فكرة، لو تعلق على مطوشة دي هتبقى ايه اداء حماس. اللي بعده شكل التلاتينية المطلقة اللي هيطلع بيخونك معاه في الاخر. طب حلو مش وحش، على ما اعتقد انت نفسك مش هتكوني زعلانه صح ولا لا؟ اكيد يعني. اللي بعده يومين كنا صغيرين فجأة ليه. ده ترند طالع يا جدعان، بيجيب لك نفسك وانت صغير بس بيتحرك قدامك بالاي اي وانت بقى تبقى قاعد جنبه وانت كبير. يعني عامه لو كنت شفتني وانا صغير كنت هخنقني واموتني عشان ما اكبر. اللي بعده ولا يهمك ركبي طقم. اللي بعده قابلت شحات بيقول لي يا رب تتجوز اللي بتحبها يا رب. يلا عادي مش حكاية. يستاهل اديله يستاهل وماله اخلاق برضه. اللي بعده صباح الخير من قلب صباح. لا احنا ممكن نعيد التصميم لكن بشكل تاني. صباح الخير من عمال اتوه كتير قوي. التالي
ده علشان علي حبيب القلب القديم قاعد يبقى لازم يشوف منتهى السعاده الزوجيه اللي حضرتك بتمنحها لي كل شويه. خلاص ما بقيتيش شايفه غير نفسك. حط علي هدف قدام عينيكي، مصره يفضل بينا، مش قادره تحس ان ده ممكن يكون بيجرحني. ده بيكون وجع بعض العلاقات اللي الناس بتبقى مكمله فيها رغم جرحها. يعني انا ضد الحته دي، طالما بتتجرح من العلاقه دي واللي قدامك مش شايف اللي هو بيعمله، طول ما الشخص ما بيقدرش وطول ما الشخص ما عندوش استعداد ان هو يبذل مجهود او بيكون واخدك عشان خاطر يكيد حد، فانت تبقى عارف ان هو واخدك ان يكيد بيه حد وانت تروح موافق، مش حلوه، ما تقبلهاش على نفسك ولا كرامتك. طول ما انت عارف وساكت وقاطع مش عايز تسيب، يبقى العيب فيك انت، وما تنتظرش منه تغيير لان هو مش هيتغير، هو خلاص على كده. انت لو عايز تتغير غير انت بقى تيجي تقول بعد 10 سنين ومش يعني قاعد 10 سنين وقاعد مكمل برضه، ده يعني ايه؟ ده مبرر يعني 10 سنين؟ طب تكمل 10 سنين تاني عليهم في نفس الوجع؟ وجع بوجع يبقى الوجع النهائي افضل. اتعود الحاجه اللي توجعك كل يوم وكل دقيقه تعودها كده وخدها قاعده في حياتك، وجع بوجع اختار الوجع الاكبر. في مثل عندنا بيقول وجع ساعه ولا كل ساعه. واحد ضرسه بيوجع عمال اخد له مسكن كل يوم، بحيل ان انا ممكن اشيله خالص وهعرف اكل واشرب براحتي واعمل اللي انا عايزه. هيبقى وجع ساعه لكن مش كل ساعه. انت هنا اللي بتحدد مستقبلك بايدك، مش حد اللي بيحدده لك. فاهم بالي؟ اللي بعده اتركها على الله، سيأتي بها الله، سيفتح الله لك بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لا يفتح بمفتاح. دي حقيقة بالفعل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واللي بيسعى بياخد على قد سعيه ايا كان بقى. انت مش شايف النتيجة دلوقتي، بس خليك دايما عارف وواثق في ربك ان ربنا مش هيضيعك، واكيد ربنا هيفتح لك باب لا محل. ما تقنعنيش، واحسن الظن بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتحها عليك. ساعات بتوصل لمرحلة الشيطان بيخليك مش حاسس الكلام ده ويخليك تشك في الكلام ده، مع ان ربك سبحانه وتعالى قسم ماشي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء انه الحق بالسماء انكم تنطقون. تتكلم فورب يعني انت مين؟ معلش انت حته عبد كده قوي يعني بالنسبه لربنا طبعا سبحانه وتعالى، انما في الدنيا ربنا خلقك في احسن تقويم، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فانت احسن حد في الدنيا. كل واحد لما يجي يشوف نفسه هو افضل واحد في الدنيا، شوف نفسك افضل واحد في الدنيا، لكن مش بغرور وتعالي، لان ربك سبحانه وتعالى ما بيحبش كل مختال فخور. فخليك دايما ثقتك بالله اولا، ثم نفسك، ثم اسعى على قد ما تقدر. عارف ان انت تعبت بس معلش، وخليك دايما متقبل فكره التغيير، حتى لو هتغير حاجات معينه وبواقع ملموس ابدا وتوكل على الله وجرب، واكيد ربك سبحانه وتعالى هيفتح عليك من واسع واخر كرم. وهتيجي في اليوم اللي هتشوف فيه نفسك وتضحك على اليوم اللي انت كنت فيه ده وتقول يا ده انا كان حلمي مش عارفه كام، بص دلوقتي بقى معايا كام. هتحصل والله هتحصل، لكن مش هتبقى سهله، واعرف انها مش سهله. فما تسمعش للشيطان لان هو ده دوره ييأسك في الحياه، يشككك في كلام ربك اللي قاله لك ان مع العسر يسر. فين اليسر؟ انا ما شفتش يسر، انا ما شفتش غير عسر. لو بتصلي طب قاطع الصلاه بقى، مش مصلي لا صلي، اصل بصلي شويه وبقطع شويه فهتعاقب، لا صلي والح بالدعاء على قد ما تقدر تدعي، لان هتيجي تقول لي الدعاء بيغير القدر. بيغير القدر، وابحث وشوف في بخاري المسلم هتشوف حاجات كتير. وربنا سبحانه وتعالى قادر ان يغير حياتك في لمح البصر، زي ما البني ادم بيموت في لمح البصر. النهارده انا معاكم، الله اعلم بكره بعد ساعه هبقى فين توصلك. فما تضيعش دقيقه في حزنك وتعبك وزعلك. الشيطان عايزك دايما يأسان زعلان حزين تروح للمعاصي. انا كده بقفل التارجت. طب ولو متجوز اطلق. وربنا ما بيقطعش الرزق، باختلاف حتى انت بتعصي ربنا ما بيقطعش الرزق. ربنا عايزك تسعى في الدنيا وتتعب في الدنيا وهيكافئك. طالت اثرت هيكافئك، لكن الموضوع مش مساله اللي هو ساعه بنتين هتحاول يلا خلاص صليت ركعتين النهارده فيلا كل الدنيا تتفتح لي وكل الابواب تتفتح لي والدنيا هبقى ملياردير. مش كده. طب انا باجي ساعات مثلا ما بصليش بصراحه، بس اول ما بيقع عليا البلاء فبروح رايح مصلي ومتقرب لربنا. هل ربنا يتقبل مني ولا يقول عليا بتاع مصلحتي؟ ده العبد اللي يقول عليك بتاع مصلحتي، ده مش بشر، ده رب. طب بصلي مره بس ما بصليش الثانيه، كمل في الصلاه. في ناس اعترضت كتير قبل كده لما جيت قلت في فيديو من الفيديوهات، قلت ممكن ما تصليش النوافل اللي هي السنن وصلي الفرض. ازاي؟ انت بتقول غلط، انت بتفتي، انت بتتعود على الصلاه الاول. انا واحد من الناس اتعلمت الصلاه كده، اصلي الاول يعني العصر اصلي 4 ركعات، العشاء بصلي 4 ركعات، بعد كده بديت ان انا اصلي النوافل، اصلي 3 ركعات المغرب وركعتين السنه بعد المغرب. هتيجي انا مش بفتي في دين ولا بالف دين، انا بقول لك على طريقتي انا اتعلمت بقى الصلاه ازاي، وانا الحمد لله بصلي من وانا عندي 15 سنه او 14 سنه كمان. فانا مش بقول لك حاجه شنيعه، لكن سيبك من الناس وهتلاقي ربنا يفتح لك كل الابواب، وربنا يا رب ينجح كل واحد فيكم سواء بيحبني او بيكرهني او ما بيتقنيش او ساب العبير في حياته. ربنا يكرم جميع الناس يا رب ويوفق جميع الناس وتحققوا كل احلامكم. ومش هطول عليكم بقى في وقت الفيديو عشان في ناس ما بتحبش اللي هو ايه اقعد اتكلم كتير كده يعني، بس ما علينا. فاشوفكم على الفيديو الجاي ودمتم دايما في امان الله ورعايته. السلام عليكم. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه غال.
يا عيلة محمد صبري رجالة في أي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال. محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال. أشوف وشوشكم بخير سلام يا أبطال. محمد صبري وحش الكون.